هاي صفحة هيئة الاستثمار الوطنية على الفيسبوك، واللي الرابط مالتها راح يكون في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أول ما ينفتح التقديم راح تلقون الخبر أول شيء عندهم. إيش وقت ينفتح التقديم؟ ما أعرف بالضبط، بس إن شاء الله عن قريب جدا، يعني يوم، أسبوع، شهر، إبراهيم إيش قده ينفتح؟ ما أعرف والله بالضبط، بس إن شاء الله عندي أخبار مؤكدة إن شاء الله عن قريب جدا راح ينفتح التقديم على شغف بسماية. شروط التقديم 3. أولا، أما تكون أنت موظف حكومي راتبك الكلي ما عدا الاستقطاعات يساوي ضعف مبلغ السداد أو أكثر، أو أنه تكون مواطن اعتيادي مو موظف، لكن عندك موظف كفيل يكفلك راتبك الكلي ما عدا الاستقطاعات يساوي ضعف مبلغ السداد أو أكثر. شنو معنى ضعف مبلغ السداد راح تقول لي؟ يعني مثلا بشهر الرابع بسنة 2021 انفتح التقديم الأخير المشروع بسماية السكني. الوحدة السكنية مول 100 متر كان مبلغ السداد الشهري مالتها 370,000، فضعف هذا الرقم 740,000 لازم يكون راتبك أو أكثر، أنت أو الكفيل اللي تجيبه. وبالنسبة للوحدة مول 120 متر همينات إلها قسط لازم راتبك يكون ضعفه، أو إذا تريد تسجل على مول 140 نفس الشيء بالضبط. الشرط الثاني، الموظف اللي تجيبه حتى يكفلك لازم يكون موظف مدني مو عسكري وعمره ما يتجاوز ال 55 سنة، 55 سنة أو أقل من هذا الشيء. ثالثا وأخيرا، لازم تكون عندك مبلغ القسط الأول، واللي هو من انفتح آخر تقديم الوحدة مول 100 متر كان القسط مالتها 7,560,000، أما الوحدة مول 120 متر فيكون أكثر منه ب1,500,000، والوحدة مول 140 متر يكون أكثر من مول 100 متر ب3 ملايين. آلية التقديم بها 4 خطوات رئيسية. الخطوة الأولى أنه تتوجه إلى أحد فروع المصرف اللي تدعم تقديم على شقق بسماية، واللي راح تنذكر أسمائهم كليتهن بصفحة هيئة الاستثمار الوطنية على الفيسبوك. تروح لهناك تاخذ المستمسكات مالتك الأصلية زائد مستنسخات من عندهن زائد صور الشخصية مالتك، صور الكفيل إذا أنت مو موظف، وتاخذ وياك مبلغ المقدم وتأييد استمرار بالخدمة إلك أو للكفيل مالتك، ينذكر به الراتب الكلي مالتك ما عدا الاستقطاعات. هناك راح يدققون مالتك الفايل، يتأكدون من كل شيء، إذا كل شيء تمام راح ياخذون الفلوس من عندك ويسووا لك وصل مذكور به المبلغ مالتك. هنا راح تاخذه وتتوجه للخطوة رقم 2، واللي راح تكون ويا مكتب هيئة الاستثمار الوطنية. سابقا كان هذا بالقاعة رقم 18 معرض بغداد الدولي، حاليا صار بمدينة بسماية نفسها. تروح لهناك يدققون الفايل مالتك مرة ثانية، يدققون الوصل مالتك مال فلوس، يسووا لك عقد مال الشقة وتوقع عليه. بعد ما توقع عقد الشقة راح تاخذ العقد مالتك وترجع للبيت، تنتظر الى ان يتصلون بك المصرف ويقولوا لك تعال عندك مراجعة. هتروح لهناك تروح مع احد المندوبين الموجودين بالمصرف نفسه اللي قدمت به بالبداية، تتوجه انت والمندوب وياك مجموعة من الناس اللي مقدمين ايضا للإدارة العامة مال المصرف نفسه. هناك راح توقع عقد الاقتراض. عقد الاقتراض هذا الشيء اللي يثبت انه انت راح تاخذ قرض من المصرف حتى هو يسدد عنك المبلغ المتبقي، لان انت دفعت المقدم فهو راح يسدد الباقي وانت راح تبدي تسدد، تعاملك يصير كليته ويا المصرف. وقعت عقد الاقتراض وبصمت يم كاتب عدل، تطلع منك ترجع للبيت. كل اللي عليك حاليا انه تنتظر على الفيسبوك الى ان ينزل اسمك بالقوائم اللي تنزلهن هيئة الاستثمار الوطنية. من شفت اسمك مبروك عليك، هنا تروح المكتب هيئة الاستثمار الوطنية اللي هو بالمنطقة الخضراء، تاخذ من عندهم الظرف اللي مذكور برقم المجمع مالتك، رقم العمارة، رقم الطابق، رقم الشقة. تاخذ هذا الظرف اللي مختوم من عندهم وترجع إلى المصرف، تاخذ من عندهم نسخة من عقد الاقتراض ويا الظرف مالتك ويا العقد مال الشقة، تاخذهن وتجي البسماية المكتب هيئة الاستثمار الوطنية بالبيتو. منك تاخذ من عندهم المفاتيح مالتك وعليك إن شاء الله بألف خير. طبعا آسف كلش إذا شرحت بسرعة لأن حتى بس يكون المقطع مو ممل. على كل حال إذا أي شيء ما فهمته تقدر تعيد المقطع حتى تفهمه، وإذا همينات ما فهمته تقدر تراسلني أو تكتب لي بالتعليقات، وأنا راح أجمع كل التعليقات إن شاء الله حتى أنزل بهم مقطع للفائدة للجميع همينات. وعلى كل حال راح أنزل مقطع أيضا معلومات عامة عن مدينة بسماية، السلبيات والإيجابيات والخدمات ونوع الخدمات اللي توفرها. فإذا كنت حاب تعرف أكثر عن هذا المجمع لا تنسى تشترك بالقناة وتعطينا لايك إذا عجبك، وتنشر المقطع أيضا للفائدة، واكتب لي رأيك همينات عن هذا المجمع. أنا بالنسبة لي أشوفه هذا حل لهواية من الناس اللي يدور راحة البال بالنسبة للخدمات مثل الراحة مثل الكهرباء والمي وهواية أمور ثانية ممكن نحكي بها إن شاء الله بمقاطع ثانية. Baby, and twist myself at the spine.
none of us.